السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة ووصفة سهلة. أكلتنا النهاردة هتبقى من أسهل الأكلات وأبسطها. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس المسلوقة بس بطريقة جديدة وحلوة قوي. يلا نغير الطريقة التقليدية ونعملها بطريقة حلوة قوي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. هتجيبي وك أو طاسة أو حلة الموجود عندك، وهتحطي فيه شوية من الزبدة أو الزيت، أي مادة دهنية انت بقى بتفضليها. انا حطيت هنا مكعبات من الزبدة بتخلي طعمها حلو قوي. كمان هحط معاهم شوية من الزيت، هيسيحوا مع بعض كويس قوي. بعد كده هحط عليهم حوالي معلقة كبيرة من الثوم. دولت 3 مكعبات من الثوم المفرز. هشوحهم بقى كده في الزيت لحد ما يبدأوا يصفروا. بعد كده هحط عليهم الفلفل الأخضر على طول. دول 3 قرون من الفلفل، 2 من الفلفل الشطة وقرن من الفلفل الرومي. تقدري بقى تكتري من الفلفل الأخضر ده زي ما انت عايزة. الوصفة دي الفلفل الأخضر فيها كتير بيبقى حلو قوي. مش هنشوحه كتير، احنا يدوب بس هنسيبه أقل من دقيقة مع الثوم. بعد كده هحط عليه البهارات على طول. معلقة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، كمان معلقة من الكاري أو الكركم، بيدوها لون حلو قوي. بعد كده على طول هنزل بقى بحبيتين من الطماطم. دول حبيتين كبار من الطماطم ضربهم في الكبة. ممكن تبشروهم بالمبشرة، بس احنا مش عايزين في الخلاط، مش عايزينهم يبقوا عصير، احنا عايزينها تبقى متماسكة كده وتبقى قطع صغيرة. هقلبهم بقى مع بعض شوية كده يدوب بس الطماطم تتسبك شوية. بعد كده هنزل عليها بمعلقة ونص من الملح. هسيبها بقى شوية على النار. وبعد كده هحط عليها البطاطس على طول. احنا عايزينها بس تتسبك شوية وتتشرب اي مية فيها، وبرضو في نفس الوقت مش هنخليها تنشف خالص، احنا عايزينها حاجة كده وسط. بعد كده هحط عليها البطاطس المسلوقة وهنقلبها بقى على نار هادية مع الخلطة الجميلة دي. مش عايزة لكم بقى الخلطة دي طعمها وريحتها تحفة، تبقى حاجة كده تفتح النفس. شكلها في البطاطس المسلوقة خطير، زي ما انتوا شايفين الشكل واضح قدامكم اهو. حاجة جميلة جدا. في نفس الوقت بقى نغير الطرق التقليدية بتاعت البطاطس اللي هي المسلوقة العادية دي. بعد كده هحط عليها بقى معلقتين من البقدونس والكزبرة، هيدوها برضو لون وطعم وريحة حلوة. لو مش موجودين مفيش مشكلة، كفاية قوي الخضار اللي حطيناه عليها، بس دول بيزودوا الطعم وبيخلوا طعمها حلو ولونها حلو قوي. مش عايزة اقول لكم ان انتوا كمان ممكن تعصروا عليها نص ليمونة. الناس اللي بتحب الليمون في الاكل لو حطيتوا عليها نص ليمونة هيخلي طعمها برضو حلو قوي، هيودي الطعم في حتة تانية خالص، بتبقى تحفة جدا. وده بقى شكل البطاطس بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين، لونها بيجنن. مش عايزة اقول لكم بقى من حلاوتها هتاكلوها بالمعلقة من غير عيش، حقيقي طعمها وريحتها تحفة خطيرة. مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها. لو عجبك الفيديو حطي لايك، ما تنسيش تقوليلي رأيك، وبألف هنا وشفا.